هلو هلو، عاملين ايه؟ انا عامله معاكم النهارده اطعم طبق مكرونه بالخضار. فعلا يا جماعه طعمه رهيب وحلو ومناسب في الحر اللي احنا فيه ده. احنا طبعا في الصيف مش محتاجين حاجات مسبكه كتير. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. معايا هنا الحله بتاعتي هنزل فيها بمعلقتين زيت، ومعايا الخضار بتاعي مقطعاه كده لشرايح رفيعه. معايا بصل وفلفل اصفر وفلفل اخضر وفلفل احمر ونص قرن فلفل حامي وجزرايه مبشوره. هنزل طبعا بأول حاجة البصل، يا دوبك أنا هدبل الخضار بس، مش هسويه ولا أي حاجة. هقلب كده هنا البصل معايا تقليبة. هنزل بقى عليه بباقي الخضار بتاعي اهو، الفلفل والجزر. عايزة بقى تزودي بشر كوسية، تبقى برضه هتبقى حلوة جدا مع الخضار ده، بس أنا ما كانش عندي للأسف. هقلب بقى الكلام ده كله تقليبة حلوة. هديله بقى التوابل بتاعتي، شوية ملح، وهحط شوية فلفل أسمر وشوية كاري. الكاري ادى للخضار طعم وريحة رهيبة. اهو هقلبهم برضو كده تقليبة كويسة. وهنزل عليهم بمعلقة واحدة من الصلصة. صلصة بقى من العلب، صلصة انت مسبكاها في البيت، اي نوع صلصة عندك، معلقة واحدة بس. انا عايزة المكرونة تبقى خفيفة كده وتبقاش فيها صلصة كتير. وبعد ما شوحتهم كويس هنزل بقى بمعلقة، نص معلقة توم مفروم. انا ليه نزلت بيه في الاخر؟ عشان ما يتحرقش مني ويمرر مع الخضار. خلاص كده يا دوبك التوم ريحته تطلع، هنزل باي نوع مكرونه مسلوقه. سباكيتي اقلام، انا كان عندي هنا اللي هي الفيونكات. هقلبها بقى كويس مع الخضار، وشايفين الالوان يا جماعه؟ تحفه. كل ما الالوان زادت في الطبق كل ما القيمه الغذائيه بتاعته بتبقى اعلى. خلاص خلص الطبق معايا، ما خدش مني 10 دقايق. هغرفه بقى عندي هنا. الطعم والريحه تحفه. اعملوا الطبق ده وعلى ضمانتي. هحط بقى كده عليه شويه من البقدونس. واللي أول مرة يشوفني، دي قناتي سمسم وحبة البركة. لو عجبك الفيديو لايك وشير. باي باي.